السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. باشمهندسة كيف حالك؟ الحمد لله انت تمام. عارفة ولا حضرتك؟ اسمي إيمان العروي، سكان طرابلس. نشتغل توا كمهندسة معمارية في مكتب المهندسة اللي بدت في الأساس كصفحة على الفيسبوك. مسيرتك في الهندسة؟ طويلة هلبة، من أولى ثانوي قريت ثانوية تخصصية، بعدين قريت في الجامعة سنتين، بعدين المعهد 3 سنين، بعدين كملت في جامعات خاصة باش نكمل البكالوريوس، وسافرت باش نكمل دراسة الماستر في كندا، وتوا في بريك رجعنا لليبيا. باشمهندسة يا ريت تحكي لنا على المعرض اللي مدارتيه والعروض اللي مدارينها. اوكي، في البدايه في كلمه بمناسبه المعرض هدايا نشكر فيها الزباين اللي تعاملوا معي والمهندسين اللي اشتغلوا معي. بعدين قسمت المعرض لاجزاء، عندي حياش الويكند هاوس اللي هم الاستراحات، بعدين حياش الدور الارضي، بعدين الدورين، وعندي بوستر لعماره ولجامع. بعدين لو تكمل عندنا داتا شو عارضين فيها حياتنا احنا في المكتب، يعني فطورنا غدانا، كيف لمتنا مع بعض كمهندسين، الجو اللي داخل المعرض او الروح الاخويه اللي ما بيناتنا. بعدين في عندي التفاصيل الداخليه او ما يعرف بالانتيريور ديزاين، الديكورات الداخليه للحاجات اللي مصممينها. بعدين خصصت حيط كامل لعرض مشروع طالب هو متدرب عندي في المكتب، بس حبيت نشجع انه هو يستمر في المجال اللي هو فيه، ونعطي حافز للمهندسين والطلبه انهم هم يقدروا يكملوا للافضل. والحاجة الجديدة اللي عندي اللي هي الكاميرا 3D اللي لما تلبسها تحس روحك في الفراغ ب 360 درجة، كأنك في وسط الفراغ، يعني تقدر تشوف الحوش ولا الواحد وكأنه موجود انت فسطه، كأنك يعني. انت فسطه بالضبط. ايوه. وعندي حبيت نحط حاجة مختلفة شوية اللي هو عزف القانون شعبان الرحيل، بحيث اننا نشوف المعرض ونسمع لموسيقى شرقية. هذا هو معرضنا. مشكورة، بارك الله فيك باشمهندس. شكرا لكم على اللقاء.